فرحانة ايه بس؟ ده انا حاسة ان انا عايزة اطير، عايزة اخرج كده دلوقتي حالا من البلاتو واطير. لا لا لا، تطيري ايه؟ احنا ما صدقنا. يلا يا استاذه، ما فيش وقت، المكياج مستني. ايوه صح، انا عايزة احط ميك اب وعايزة البس كل الفساتين اللي انتوا جايبينها وعايزة اطلع كده على التلفزيون واكسر الدنيا. لا، ما هي الدنيا اتكسرت خلاص يا حبيبتي، بس مش انتي اللي كسرتيها. حبيب القلب هو اللي ضرب القضية وكسرها على دماغك ودماغ جردانيا كلها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لمي نفسك يا جيهان بدل ما اطلع للهانم. يا حبيبتي انا لما نفسي كويس قوي. الدور والباقي بقى على السنيورة اللي اتبعترت 600 حتة ومحدش هيقدر يلمها. بنت الحلال طلعت بنت حرام. يا نهار اسود، ايه اللي مكتوب ده؟ ده اللي كتبه الأستاذ مازن فؤاد على صفحته من نص ساعة. عريس بقى وبينقط عروسته. الكروان الإعلامي الجديد شادية الفلاني، والتي تغنت في حب أبيها عبد الله الفلاني بأحلى الكلمات، تكذب علينا جميعا لأنها في الحقيقة ليست ابنته. مش بنته؟ واسم عبد الله الفلاني الذي تحمله في بطاقتها اسم مزور، وكذلك اسم الأم في شهادة الميلاد اسم مزور، ومرفق بالبوست صورة من خطاب مستشفى العامرية الذي يثبت ذلك. ولا أحد يعلم أبويها الأصليين وليس لهم أثر. وقد تقدمت الأستاذة أشجان رستم ببلاغ رسمي في مكتب النائب العام ضد عبد الله إبراهيم الفلاني، واتهمته بجريمة تزوير شهادة ميلاد رسمية وبطلان كل المستندات والشهادات الجامعية وأدوية النقابة الصادرة عنها. يا دي النيلة السوداء. والأدهى من ذلك أن البلاغ تضمن شبهة تورطه في قتل رمضان الشرقاوي. مين؟ رمضان الشرقاوي؟ بصفته موظف صحة مكتب العمرية وشريك الفلاني في جريمة التزوير، وهو صاحب المصلحة الوحيدة في موته. مستحيل يا رامي، ده كذب. ما البت اعترفت اعتراف تفصيلي ونزلت جلسة. ويبدو أن سوكا اعترفت كذبا بتحريض من الفلاني وزوجته، وألفت قصة ابنتها والدكتورة برجيلة لتنجم شادية في برنامجها الجديد. ويبقى السؤال: هل يجوز للكروان الجديد أن يغرد في سماء الفضائيات؟ وهو ليس بطائر ولا يغرد إلا بالكذب والتزوير. وهل يجوز لمرتكب هذه الجريمة أن يدافع عن الشرف المهني؟ اليوم ننتظر الإجابة في حلقة بنت حلال، لتخبرنا الأستاذة شادية هل هي بنت حلال بالفعل أم شيء آخر. لا يا روبي، اللي هما بيقولوه ده كده، انا مش عارفة ايه الهبل اللي هما بيقولوه ده. شاديه، اجمدي يا شاديه. بس اجمد ايه؟ ده مجنون، انتوا كلكم مجانين. يا شاديه يا شاديه، انت حيوانه مجرمه وتستاهلي الحرق. ليه يا حبيبتي؟ هو أنا اللي فضحتها؟ لا، انت اللي ذبحتيها بالفضيحه قبل ما تطلع على الهوا علشان بتغلي منها، والمصيبه انها طلبتك بالاسم وضمتك لفريق الاعداد. إيه؟ شادية ضمتني؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.